السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميع طلاب أولى ثانوي في المرحلة الأزهرية. إن شاء الله في الفيديو ده بإذن الله هنحاول نلم مع بعض جزئية الإسلاميك لمحة من الوحي. هم إن شاء الله عندنا وإن شاء الله هنحاول ناخد النهاردة أول 4 ليسون ونخلصهم، هناخد أسئلة ونجاوب عليها ونخلصها، وإن شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله هناخد الباقي في فيديو واحد عشان نريحكم بإذن الله وتراجعوا منه إن شاء الله وتجيبوا درجة الإسلام إن شاء الله بإذن الله تكون كاملة معاكم. نبدأ. عندنا هنا أول ليسون بيتكلم عن الأونست، الأمانة. فبنقول أول سؤال هنا، إحنا قسمنا الدرس كده عشان طبعا مش هتقدروا تحفظوا كلمات في الوقت المزنوق ده، فإحنا خلاص قسمناهم لأسئلة وإجابات وبعد كده نتمرن عليهم على طول، نحل على طول. أول سؤال بيقول لك what is honesty؟ ما هي الأمانة؟ Honesty means telling the truth and doing the right thing in all situations. الأمانة يعني قول الحقيقة وفعل الصواب في كل الظروف، سواء في السر أو في العلن. whether in public or private، يعني سواء هنا العلن أو في السر. ما يقصد هنا private معناها السر. لماذا الأمانة مهمة في الإسلام؟ Why is honesty important in Islam? Islam considers honesty a basic value. الإسلام بيعتبر الأمانة قيمة أساسية. هنا basic يقصد بها أساسية. Allah commands us to return truth and be truthful. الله سبحانه وتعالى أمرنا برد الأمانات إلى أصحابها طبعا. بعد كده وكان النبي معروفا بالصادق الأمين. The Prophet صلى الله عليه وسلم was known، كان معروف as the honest and trustworthy، بالصادق الأمين. بعد كده السؤال اللي بعده، ما هي أنواع الأمانة؟ What are the types of honesty؟ Honesty in speech، الأمانة في الحديث أو في القول. Telling the truth always، إنك تقول الحق دائما. Honesty in deeds، والأمانة في الفعل. معناها keeping promise and doing work sincerely، الوفاء بالوعود والعمل بإخلاص. السؤال اللي بعد كده نمبر 4، What is honesty as a social duty؟ ليه هي مهمة هنا في الناحية الاجتماعية في الأمانة؟ يقول لك honesty helps build a strong society. الأمانة بتبني مجتمع قوي. Honest people do their duties and speak the truth about problems، حيث يؤدي الناس واجباتهم ويقولون الحقيقة عن المشكلات. فبالتالي هنا هيكون مجتمعنا قوي. ما هو الانتحال؟ What is plagiarism؟ plagiarism الانتحال معناها ان انا اقول حاجة، ادعي شيء واقول ان انا عملته، ما كنتش انا عملته. يعني ايه؟ مثلا اكون في بحث معين، مثلا كتاب معين، اقول ده انا كتبت الكتاب ده، انا اللي الفت الكتاب ده، انا اللي اخترعت الاختراع ده، ويكون دي حاجة مش حقيقية. ده اسمه يقصد هنا الانتحال، انسب حاجة لنفسي انا ما عملتهاش. plagiarism means talking someone else work، سواء كلام أو عمل، or ideas أو أفكار، and pretending they are yours. يعني الانتحال هو سرقة أفكار أو أعمال الآخرين وادعاء أنها لك. It is dishonest، هذه قلة الأمانة، هذه وعدم الأمانة، and considered a form of theft، وهي نوع من أنواع السرقة. Number 6، why is plagiarism dangerous؟ لماذا الانتحال خطير؟ يعني واحد يقول لك ايه المشكله؟ يعني انا الفكره دي كأن انا اللي قلتها، او الحاجه دي انا اللي عملتها ويكون انا ما عملتهاش، مش بتاعتي، مش فكرتي، مش بحثي، مش حاجتي. ليه الموضوع ده خطير؟ بص يا سيدي، it gives false success and may harm others especially if someone gets a job without real skills. هنا جاب لنا مثل، الانتحال يعطي نجاحا زائفا وقد يضر الآخرين، خاصة عند الحصول على وظيفة بدون مهارة حقيقية. يعني واحد يقول مثلا أنا واخدت دكتوراه في مجال معين، ويجي بعد كده مثلا يشتغل بالشهادة المزيفة دي أو
الكلام ده يشتغل في المجال ده يلاقي نفسه هو ما عندوش المهارات دي، مش موجودة فيه، هو هنا كاذب وهيضر بالناس. عشان كده الانتحال ده شيء خطير للمجتمع. خلاص كده خلصنا أول درس، ندخل على الأسئلة على طول. حاول تركز معايا في الأسئلة، وبعد ما نحلها ترجع تحلها تاني لوحدك عشان بإذن الله نضمن أنت هتجاوب صح في الامتحان. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1, honesty with Allah should correlate with honesty toward. هنا الأمانة مع الله سبحانه وتعالى يجب أنها بشكل صحيح بتعود على مين؟ بتعود طبعا هنا enemies الأعداء، ولا others الآخرين، ولا rules ولا trades. طبعا الإجابة الصحيحة أنها بتعود على الآخرين، على الآخرين. Number 2, honest words come from a pure. كلمة الأمانة الخالصة بتيجي منين؟ من قلب نقي يا ولاد. هل من hand ولا voice ولا heart ولا mind؟ heart، من قلب نقي، قلب صافي، اللي هي أنا عندي بيور هنا قلب نقي. Number 3، an honest heart، القلب الأمين does not bear hearted or not. هنخمن الاختيار بتاعنا رقم نمبر 2 نمبر 3. احنا في نمبر 3. ميرسي ولا بيس ولا كايندنس ولا ميلز؟ الإجابة الصحيحة بتاعتنا طبعا الإجابة الصحيحة بتاعتنا نمبر دي. والسؤال كمان an honest heart doesn't bear hearted، يعني القلب الأمين لا يحمل الكراهية والحقد. ميرسي هنا معناها حقد، ميرسي هنا معناها شكر، بيس سلام، كايندنس عطف، لا طبعا ميرس الحقد. honesty number 4، honesty of deeds includes fulfilling نقط. معناها هنا إن عندنا الأمانة أو أفعال الأمانة تتضمن الوفاء. هنا fulfilling معناها الوفاء. وإيه يا ولاد؟ wishes ولا promise ولا plans ولا need. wishes طبعا هنا واحد بيقول بتمنى كذا، لا طبعا مش معانا. promise الوعود، صح، الوفاء بالوعود، يوعد ويوفي. plans لا مش معانا طبعا. needs احتياجات، غلط. number 5، plagiarism اللي هو الانتحال قلنا من شوية is a form of نقط. هو من ايه؟ شكل من اشكال التريد، التجارة، لا. fun، لا. thief السرقة. study التعلم، برضو لا. بعد كده هنا عندنا truth or false. Islam teaches that honesty should appear in both speech and deeds. الإسلام بيعلمنا إن الأمانة يجب أن تكون أو تظهر في كل من الحديث والأفعال. طبعا true، إجابة صحيحة. Number 2، the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم was known كان معروف قبل before his mission قبل البعثة as the honest and truthful. طبعا الإجابة صحيحة، كما الصادق الأمين. Number 3، an honest person الشخص الأمين may give wrong advice ربما يعطي نصيحة خاطئة if his intention is good حتى لو كانت نيته كويسة، لا طبعا false، غلط. Number 4، honest citizen help society. عندنا هنا المواطنين الأمناء help society بيساعد المجتمع by courageously speaking the truth about social problem. طبعا بيساعد المجتمع انهم يتحدثوا عن المشاكل بشكل صحيح، طبعا صح true. Apologize fact is a real proof of its holders skills. معناها يا ولاد؟ معناها هنا بروجيزم هنا اللي هي الشهادة المزورة، الشهادة انه يشهد زور يعني، المزورة. هل هي بيقول لك هل الشهادة المزورة دليل على مهارة حاملها؟ يعني ان الواحد يبقى كذاب ويشهد زور ده حاجة يعني يدل على هو ان هو شاطر؟ لا طبعا فولس، إجابة خاطئة. كده خلصنا أسئلة على أول درس عندنا كده بمنتهى السهولة. قرينا الجمل
وترجمناها وحلينا عليها. ندخل بقى على الدرس الثاني. نبدأ مع بعض الدرس الثاني من الإسلامك عن truth falseness، يعني الصدق. هنا بيقول لك what is truthfulness، يعني ما هو الصدق. truthfulness is the conformity أو agreement يا ولاد، هو تطابق أو موافقة، يعني موافقة شيء مع شيء. of the outer with the inner، موافقة الظاهر بالباطن. هنا الظاهر أو الخارج يعني يقصد بالباطن، اللي جوه زي اللي بره، ما بيبقاش حاجة عكس حاجة. the action with the intention and the speech with belief، والقول مع الاعتقاد. ده هو هنا كده الصدق. طيب number 2، why is truthfulness important in Islam؟ لماذا يعد الصدق مهم في الإسلام؟ Islam has attached much importance to truthfulness as a moral value، قيمة أخلاقية، قيمة أخلاقية. and the Quran has mentioned، معنى القرآن ذكره أو أشار إليه it in various occasions أو many times، في مناسبات كثيرة أو في مواضع كثيرة هنا في القرآن. بعد كده السؤال اللي بعده نمبر 3، what does the Quran say about truthfulness؟ ماذا يقول القرآن عن الصدق؟ be among the truthful، يأمرنا القرآن، بيقول لنا يعني Muslims should always be truthful and mindful aware of Allah. يأمرنا القرآن المسلمين أن يكونوا من الصادقين ويتقوا الله. هنا aware أو mindful of Allah، يتقوا الله. number 4، what are the benefits of truthfulness؟ ما هي فوائد الصدق يا ولاد؟ هنا benefits يعني فوائد الصدق. A person betters himself، الإنسان بيحسن نفسه أو improves، يطور نفسه بإيه؟ by practicing، بممارسة truthfulness الصدق، and is raised وترتفع elevated أو elevated تساوي نفس المعنى in ranks before Allah and people، ترتفع مكانته عند الله وعند الناس. الإنسان يحسن نفسه بالصدق ويرتفع في المكانة عند الله وعند الناس. الصدق طبعا ممارسة يا ولاد، حتى الحديث بيأيدنا بذلك الكلام الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. معنى كده ان الصدق هو سلوك بنمارسه دايما، كتر ما نمارس الصدق هنبقى صادقين، كتر ما نمارس الكذب يبقى الانسان والعياذ بالله كذاب، وده اللي قاله في الحديث صلى الله عليه وسلم. number 5، what does the hadith teach about truthfulness؟ اهو ماذا تعلمنا الاحاديث النبويه عن الصدق؟ truthfulness الصدق leads to righteousness أو goodness، الصدق يهدي إلى البر. leads هنا معناها يؤدي أو يهدي بمعنى الحديث طبعا العربي، اللغة العربية طبعا أفصح وأوضح. يؤدي إلى البر and righteousness leads، والبر يهدي إلى باراديس، إلى الجنة. falsehood والكذب، falsehood معنى هنا الكذب، leads يؤدي to which needs أو evil والعياذ بالله، يهدي إلى الشر، يهدي إلى النار. and witness leads to hellfire، والكذب يهدي إلى الشر وإلى النار. number 6، how can truthfulness be a habit؟ كيف يمكن أن يصبح الصدق عادة؟ هذه الإجابة. truthfulness can be a habit، يمكن أن يكون عادة because telling the truth، إخبار الحق is something عن شيء ما we learn and practice، إحنا حاجة بنتعلمها ونمارسها practice every day كل يوم until it becomes natural، حتى automatic، حتى تصبح عادة طبيعية. هنا حتى تصبح عادة يا ولاد، أنا خلاص اتعودت أقول الحقيقة، خلاص ما بكدبش،
فدي بالممارسة كده الإنسان يصبح صادق ويكون مع الصادقين. Number 4 why do people trust a truthful person؟ لماذا يثق الناس بالشخص الصادق؟ trust هنا يثق. People trust a man who speak truthfully and accept believe بيصدقوه أو يؤمنوا به his words as a correct. الشخص الصادق وتصدق دائما كلامه. What is the importance of truthfulness in society؟ ما هي أهمية الصدق في المجتمع؟ Truthfulness is the foundation. Foundation هنا معناها أساس. الصدق هو أساس أو base of all goods لكل الخير. And the standard هو معيار يقاس به أو measure مقياس أو معيار by which people are judged يقاس به الناس. خلصنا الدرس الثاني اهو بمنتهى السهولة وقلنا جمله. ندخل على طول على الأسئلة. Number 1 truthfulness helps establish metal social. فعندنا هنا معناه ايه أول سؤال يا ولاد؟ نقرأ كمان مرة. truthfulness helps establish metal social. أنهي بقى اختيارات بيساعدنا في ايه؟ في الريليشنز العلاقات. هنا يعني معناها ايه بقى؟ هنا بيقول لك الصدق يساعدنا في تأسيس مثل سوشيال العلاقات الاجتماعية. طبعا ريليشن معناها علاقات. نمبر 2 truthfulness الصدق means يعني comforting of the author with the a معناها ان هو توافق، معناها الداخل والخارج اللي جوه زي اللي بره زي ما قلناها من شوية، او التوافق الخارجي مع with the inner بالداخل. Number 3 the truthful person الشخص الصادق. الشخص الصادق in نقط in the sight of Allah and people. معناها هنا بيقولك ترتفع ايه؟ ترتفع مكانته. قلناها في الأسئلة ranks مكانته عند الله وعند الناس. طيب ماركة علاماته لا، houses منازله، numbers أرقام برضو لا. telling the truth إخبار الحق أو الصدق and telling وإخبار الكذب are learned هو تعلم ايه؟ يعتبر ايه يا ولاد؟ عادة habits عادة بنتعودها. هل هي دروس؟ لا. جوبز وظائف؟ لا. ديوتس مواقف؟ لا. Number 5 the Noble Quran shows that truthfulness is the standard by which people are. معناه ايه بقى الكلام ده يا ولاد؟ ان هنا القرآن كان بيخبرنا عن الصدق ان هو معيار لايه الناس. هنا standard يعتبر معيار اللي الناس are بتصنف. هو عاوز كلمة تصنف الناس بيه. أنهي بقى hidden يخفي punished يعاقب؟ لا. divided لا. هي categorize تصنيف الناس. كده خلصنا لا لسه في عندنا أسئلة true والfalse على الدرس. Number 1 truthfulness الصدق is one of the least important value in Islam. هو أقل أهمية أقل قيمة أهمية في الإسلام؟ لا طبعا false. least هنا معناه بيقول أقل يعني. practicing truthfulness improves. هل ممارسة الصدق يا ولاد تطور a person and raises his status وترفع من مكانته؟ طبعا true صح. truthfulness الصدق becomes natural يصبح طبيعيا when a person keeps telling the truth. عندما الشخص يخبر بالحقيقة انه يعني متعود يتمرن انه يقول الحقيقة على طول فهيبقى صادق. طبعا true صحيح. Islam emphasizes truthfulness only in speech not in action. يقول لك الإسلام يعني بس انك الصدق تقوله فقط بس في الحديث والأفعال لا. لا طبعا غلط في الأفعال وفي الحديث false غلط.
according number 5 according to the lesson طبقا لهذا النص أو طبقا لهذا الدرس people are either الناس سواء كانوا كلا الناس truthful or outer hypocrite before الله إن الناس هنا معناها طبقا لهذا الدرس إن كل الناس هنا ممكن تبقى كده اللي هو بيقولوا الصدق أو اللي مش بيقولوا هنا before هنا في كلمة before الله وهي موجودة عندكم كده في المذكرة تمام إن هم هنا يكونوا اللي مش بيقولوا الصدق بيكونوا هنا منافقين طبعا إجابة صحيحة يقول لك طبقا لهذا الدرس إن الناس في ناس صادقين وفي ناس منافقين طبعا إجابة صحيحة كده يبقى خلصنا الدرس الثاني اللي هو عن الصدق ندخل بإذن الله كده في الدرس الثالث نبدأ بقى يا ولاد مع بعض ملخص الدرس الثالث اللي هو السعي نحو الإتقان striving for excellence ما هو الإتقان number 1 what is إتقان أو perfection الاثنين معنى واحد إتقان means الإتقان يعني putting into action doing properly الأداء في تنفيذ العمل work and duties at the highest بأفضل مستوى highest إنك تعمل الحاجة بأكتر إتقان عندك ممكن يعني تبذل فيها كل حاجة ما أوتيت من ضمير عندك quality أو بالسليفل في أفضل مستوى عندك بعد كده number 2 لماذا لا يمكن ترجمة الإتقان بكلمة واحدة why can't إتقان be translated into one word إتقان has a broad and deep meaning له معنى عميق why meaning so it cannot be translated into just one English word صعب انك يعني تقول الاتقان ليه معنى كلمة واحدة وخلاص الاتقان ده ليه معنى كبير جدا مينفعش نترجمه بكلمة واحدة what are the meaning of اتقان ايه هو معنى الاتقان completing work with high quality excellent level انك تعمل الحاجة باتقان وجودة عالية جدا مستوى عالي جدا من الجودة ايه كمان having passion love for excellence and benevolence doing good وحب التميز goodness that العمل بإحسان that shows the level of quality standard of work العمل بإحسان يدل على مستوى جودة العمل why is perfection important in Islam ليه الإتقان مهم عندنا في الدين الإسلامي ليه يا ولاد إسلام highlights الإسلام بيؤكد على perfection إن الإتقان and invites ويدعو people الناس to implement إلى تطبيق الإتقان يعني أو apply it the Quran shows that Allah created everything perfectly والقرآن يوضح أن الله خلق كل شيء بإتقان number 5 what does the Quran say about perfection ماذا يقول القرآن عن الإتقان يا ولاد Allah has perfected الله أتقن made complete وأكمل سبحانه وتعالى everything كل شيء he created and knows everything people do وهو عليم بكل ما يفعله الناس number 6 what is the purpose of perfection ما هو الهدف من الإتقان Muslims should strive try hard يجب على المسلمين السعي يا ولاد strive هنا معناها السعي بتساوي try hard العمل بجد to achieve excellence تحقيق التميز perfectly skill والمهارة والكفاءة and perfection in life والإتقان في الحياة number 7 is striving for excellence a result or a process هل السعي نحو التميز غاية ولا نتيجة ولا عملية وخلاص striving for excellence السعي للتميز is not a result ليس نتيجة it is a means هو معنى أو طريقة way
طريقة to carry out tasks لتنفيذ الأعمال. Number 8. Who is the best example of perfection؟ ما هو خير مثال على الإتقان؟ طبعا يعني خير مثال في القرآن أو في السنة عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Prophet محمد صلى الله عليه وسلم is the best example، خير مثال of striving، على السعي for excellence، نحو الإتقان before and after his mission، سواء قبل أو بعد البعثة وبعد الرسالة، البعثة أو الرسالة. Number 9. What does Islam command about perfection؟ ماذا يأمر الإسلام بشأن الإتقان؟ Allah commands people، الله يأمر الناس to do good deeds، بالصالحات أو الأعمال الجيدة، good actions، الأعمال الجيدة، and love those who do good، ويحب المحسنين. Number 10. How can we strive for excellence؟ كيف نسعى نحو التميز؟ Be the best، لكي تكون الأفضل in character، في شخصيتك، behavior and relationships، نسعى نكون أفضل في الأخلاق يا أولاد وفي العلاقات مع بعض. Do your work with quality، إنك تعمل عملك بإتقان، مستوى عالي جدا. Use your skills to benefit others، ونفيد الآخرين بمهاراتنا، benefit نفيد الآخرين. aim to prove، معناها نسعى لتحسين، aim to prove نطور أو نحسن، make better the world، ونحسن العالم، طبعا كلهم في مجاله يا ولاد. Number 11. What should be our aim in life؟ ما الذي ينبغي أن يكون هدفنا في الحياة؟ Our aim، هدفنا should be to make the world better، نجعل العالم أفضل، and seek Allah's acceptance، نحن نسعى لنيل رضا الله علينا، رضا أو هي معناها pleasure in every way، بكل الطرق، نسعى لرضا الله علينا بكل الطرق، بكل الطرق. ندخل بقى على أسئلة. choose the correct answer. Number 1. Allah loves those who perform their work with نقط. ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيعمل بقى عمله بإيه يا ولاد؟ طبعا بإتقان، الدرس عن الإتقان excellence. Number B. إتقان refers to work completed at the highest إيه يا ولاد؟ الإتقان بيعود على العمل انك تكمله بايه؟ باعلى ايه؟ كواليتي، اعلى جودة. سبيد بسرعة لا، سايز المقاس لا، كوست تكلفة لا طبعا. نمبر 3. هنا عندك كواليتي ايه؟ اعلى جودة. نمبر 3. striving for excellence، السعي للإتقان، is considered يعتبر not to achieve duties properly، تحقيق ايه يا ولاد؟ يعتبر ايه؟ هل هو قلنا نتيجة ولا معنى؟ قلنا هو وسيلة، means يعني وسيلة. Muslims. Number 4. Muslims need to strive to achieve excellence, proficiency and نقط. المسلم بيحتاج انه يسعى لتحقيق الاتقان والمهارة and ايه يا ولاد؟ بتقدم على نفس المعنى perfections. Number 5. If you love speaking، لو انت بتحب انك تقول او تتحدث او الكلام، you should spread the beauty، لازم ان انت تنشر. spread هنا معناها تنشر the beauty of ايه الجميل اللي تنشره يا ولاد؟ الاسلام طبعا، تنشر الاسلام الجميل. سؤال بقى true or false. Number 1. The Quran shows that Allah created everything perfectly. القرآن عرض لنا ان ربنا سبحانه وتعالى او الله خلق كل شيء بإتقان. طبعا true، صحيحة الإجابة. Number 2. striving for excellence، السعي وراء الإتقان is described، بيوصف in the lesson في الدرس as a mean not and end، ان في معاني ليه كتيرة بدون نهاية وليس يعني مش غاية عندنا. طبعا true، إجابة صحيحة.
يبقى هنا السعي وراء الإتقان يوصف أو يصف الدرس هنا كمعنى تمام. نوت اند اند رسمناها تمام. نمبر 3 ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gave no example of striving for excellence. لم يعطنا مثالا للسعي نحو الإتقان. لم يعطنا مثال، لا غلط طبعا. لا فولس، غلط. ده الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كل الأمثلة للإتقان. نمبر 4 the aim of excellence. الهدف من الإتقان should be to make the world better and seek Allah's acceptance. إن إحنا الهدف من الإتقان إن إحنا نجعل العالم أفضل ونسعى لرضا الله. طبعا true، إجابة صحيحة. نمبر 5 the lesson limits excellence. الدرس هنا بيحدد لنا الإتقان to work في العمل only بس أو فقط and ignore يتجاهل character الشخصيات and relationship والعلاقات. false طبعا، غلط. كده يبقى احنا خلصنا يا ولاد الدرس الثالث، وندخل مع بعض في ملخص الدرس الرابع. ده يبقى اخر درس في يونت 1 عندنا. يبقى اخر بعد كده نكمل اليونت الثاني في فيديو تاني ان شاء الله. نخلص مع بعض الدرس ده، نبدأ مع بعض. بيتكلم عن ايه يا ولاد الدرس؟ الالتزام بالاحترام المتبادل commitment of mutual respect. أول جملة أول سؤال what is respect in Islam؟ ما هو الاحترام في الإسلام؟ respect is a polite attitude، هو سلوك مهذب. attitude هنا معناها سلوك مهذب. good behavior shown towards people بيعود على الناس and things والأشياء. it means ويعني honoring valuing تقديرهم والاهتمام others and caring about their rights ويعني تقديرهم والاهتمام بحقوقهم. Number 2 where does respect begin؟ من أين يبدأ الاحترام؟ respect begins الاحترام بيبدأ with loving and obeying بحب وبطاعة Allah's commands بأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى. all good manners and high moral flow from his respect وكل الأخلاق الجيدة نابعة من الاحترام. نابعة من الاحترام. number 3 who should we respect؟ من ينبغي علينا نحترم؟ نحترم مين المفروض يعني؟ we should respect ourselves نحترم أنفسنا الأول، أنفسنا. humankind والبشر other begins والكائنات الأخرى and the environment والبيئة من حولنا. number 4 what does Islam teach about respect؟ ماذا يعلم الإسلام عن الاحترام؟ Islam teaches us الإسلام بيعلمنا to treat all beings أن نعامل الجميع with dignity بكرامة honor وشرف and equality fairness بغض النظر regardless of all race or color بغض النظر عن العرق أو اللون. number 5 what are examples of respect in daily life؟ ما هي الأمثلة الاحترام في الحياة اليومية؟ we respect others privacy بنحترم خصوصيات الآخرين property ممتلكاتهم and feelings ومشاعرهم. we don't bully لا نتنمر أو هارب أو نضر or test mock others ولا نتنمر عليهم أو على الآخرين أو نسخر منهم. number 6 why is respect a divine gift؟ لماذا يعد الاحترام هبة إلهية؟ because Allah honored شرف أو كرم valued كرم مين؟ the children of Adam أبناء آدم أو البشر يعني and made respect a natural right basic right for all humans وجعل الاحترام حقا طبيعيا لكل البشر يا ولاد. number 7 how do we show respect to Prophet محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نظهر الاحترام للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ we show respect by obeying بطاعة
نطيع طاعة him بطاعته and following his example واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. Number 8 what did the Prophet صلى الله عليه وسلم teach about respect؟ ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحترام؟ He taught that a true Muslim shows mercy to the young and respect to elder. علم النبي أن المسلم الحقيقي يرحم مين؟ the young الصغير and respect to elder والكبير. Number 9 why is respect important in society؟ لماذا يعد الاحترام مهم في المجتمع؟ Respect builds healthy relationships. الإسلام بيبني علاقات صحية and keep society ويحافظ على استقرار المجتمع. keep society stable يحافظ على استقرار المجتمع. it helps us ويساعدنا apply good manners even if others behave badly حتى لو أساء إلينا الآخرين. Number 10 how should we behave when others do wrong؟ كيف ينبغي نتصرف عندما يخطئ الآخرين؟ نغلط بقى قدامهم زيهم كده ونقعد نغلط في بعض؟ لا، الإسلام بيعلمنا حاجة تانية. We should not let others bad deeds affect or good manners. لا يجب أن تؤثر أخطاء الآخرين على أخلاقنا. يعني لما واحد يعاملك بأخلاق سيئة ما ينفعش إن أخلاقه السيئة دي تأثر عليك أنت وتعامله زيها بأخلاق سيئة. لا، الإسلام بيقول لك لا because we represent ourselves. لا، عشان إحنا بنمثل أنفسنا لازم احنا بنمثل صورة عن أنفسنا، ما نقولش ده أساء إليه فأنا هسيء إليه. لا، إسلامنا بينهانا عن ده. respect نيجي للأسئلة. شو the correct answer؟ number 1 respect begins الاحترام بيبدأ with loving and obeying the commandment of مين؟ of الله. طبعا احنا بنحترم ونطيع الله سبحانه وتعالى. respect includes not الاحترام لا يتضمن نقط others or making fun of them. الاحترام لا يتضمن ايه يا ولاد؟ ان احنا ما نضايقش حد teasing لا نضايق الاخرين or making fun او ان احنا نسخر منهم Number 3 Islam teaches us Islam بيعلمنا not to bully لا نتنمر or not others ولا ايه يا ولاد؟ ولا نضايق الاخرين. برضو هنا لا نضايق، عشان هنا خلي بالك من نط، لا نتنمر ولا نضايق. طيب Number 4 respect is considered الاحترام يعتبر نقط given by Allah to all humans. هو ايه يا ولاد؟ طبعا هو هبة من الله سبحانه وتعالى او حق birthright هو حق أو هبة من الله أعطانا إليه الله سبحانه وتعالى لكل البشرية. Number 5 to respect لكي تحترم the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم we should obey إن احنا نطيعه and follow his نتبع قلنا في الأمس نتبع سنته صلى الله عليه وسلم أو النموذج بتاعه. يجي السؤال true or false. Number 1 Islam teaches respect الإسلام يعلمنا إن احنا نحترم for oneself نحترم كل واحد، احنا نحترم نفسنا humanity والبشرية other beings وكل الكائنات and the environment والبيئة. طبعا true إجابة صحيحة. Number 2 respect in Islam الاحترام في الإسلام includes يتضمن tolerating others privacy if we are joking. هل الاحترام في الإسلام يتضمن انتهاك؟ دي معناها انتهاك خصوصية الآخرين أو هنا جوكينج الضحك عليهم أو السخرية منهم، إن احنا السخرية أو الضحك عليهم. الإسلام بيقول كده يا أولاد؟ لأ فولس طبعا غلط. نمبر 3 معلش هنا كان في خطأ كده في الأرقام، أدي 1 2 معلش يا أولاد أدي 3 4 5. نمبر 3 human الإنسان begins deserve respect regardless
or race or color. هنا بيعلمنا ان الانسان بيستحق من الاحترام بغض النظر عن عرقه او لونه. طبعا صح، هو صحيحة، الاسلام يعلمنا ده. بعد كده number 4 respecting others، احترام الآخرين. help بيساعد build stable and healthy relationship، بيساعدنا في بناء مجتمع قوي وعلاقات صحية. طبعا true، إجابة صحيحة. آخر جملة we should let the bad deeds of others change our own good manners. هل معناها ايه الجملة دي؟ احنا يجب ان احنا نترك او نسمح لأفعال الآخرين، للأفعال السيئة إنها تؤثر على أخلاقنا، تؤثر أو تغير أخلاقنا. طبعا إجابة غلط، فولس. يبقى احنا كده وصلنا يا ولاد لنهاية lesson 4 في يونت كده 1. إن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هنكمل بقى مراجعة باقي دروس الإسلامك. احنا كده خلصنا نص الإسلامك الحمد لله وحلينا عليهم. نحاول نقراهم كمان مرة مع نفسنا وترجعوا تحلوا الأسئلة تاني لوحدكم في الفيديو هو معاكم. يا رب إن شاء الله نكون أفدناكم. فحاول بقى نعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان ننشر فيها بقى اللي باقي من المنهج والمراجعات. وإن شاء الله هننزل مراجعات الإنجليش، حتى لو حد ما فتحش الإنجليش خالص هنحاول نراجع معاه كل يونت سريعا ونحل عليها بإذن الله هنخلص في الوقت المتاح ونحل، بحيث إن شاء الله تدخلوا امتحان الإنجليش وانتوا جاهزين ومستعدين وبإذن الله تقفلوا الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.